الحائط البشري يبقى على بعد لا يقل عن 10 ياردة، وأسامة بيعملها وجول وجول ورمضان وجول ورمضان وجول جول وياسر وبالعرض إلى عبد الجليل وعبد الخد وياسر وجول وياسر وجول 2 ياسر ريان الجول الثاني ياسر ريان اوفر حسام حسن وجول حسام حسن وجول يا حسام حسن وجول ووليد صلاح الدين وعدى وليد وجول وليد وجول وليد صلاح الدين يا 4 وليد صلاح الدين. هنشوف يا ترى ايه الفكرة هنا. جابوا جولين من خارج الصندوق يا ترى. حسام حسن جول ايه ده الفكر هنا متنوع. الى نمرة 13 تكتك ماشي من ناحية الشمال، هجمة للمريخ من ناحية الشمال، يلعبها أرضية وخطرة جوه جول الأولاني للمريخ. نمرة 14 الزكي زيكو يجيب الجول الأولاني للمريخ. ومتقدم عبد الجليل ورمضان وأسامة عرابي وحسام حسن. هنشوف هيلعبوا فيها الكورة دي هتتعمل، يعمل فيها ثبتها له وشاطها جوه جول. عامل جريمة يتعدي ويخش يحطها صاروخ. حسام حسن وش رجله، حسام حسن يجيب جول الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة 41. يا سلام يا حسام. قنبلة الإعادة، محمد رمضان ضاعت منه الكورة لكن على طول مباشرة حسام حسن. الكورة أمامية مش السيد محمد رمضان وخدها حلوة رمضان يلعبها جول جميل يا رمضان، جول جميل. رمضان بمهارة عالية ويلم الكورة. ادي رمضان يلعبها من فوق دماغه وعلى صدره وجايله مدافع تاني وبيحطها. الجول الثالث للنادي الاهلي. عبد الجليل بالعرض، عبد الجليل جول محمد رمضان بيجيب الجول الرابع والثاني لمحمد رمضان. ياسر ريان ماشي من ناحية الشمال، ياسر ماشي هو جول. ياسر ريان يجيب الجول الخامس في الدقيقة 38. ياسر ريان الهجمة بمجهود فردي من ناحية الشمال، ماشي ياسر وبيلعب الكورة برجله الشمال في الزاوية البعيدة، مركونة صعبة جدا. جمال السيد رقم 6 من النادي الاهلي هو اللي هيشوطه. فريق كويس الحقيقه كريمي الفرق اللي تعبتنا، انما هتفرق كتير لو جبنا الجول ده. جمال السيد تاني اهي، هنشوف الاعاده. ايمن حاططها ورا المقاس ابراهيم حسن، وعلى مره واحده ابراهيم حسن بشماله قبل ما تعلى وجوه جول. يا سلام لسه انا بقول والله تفرق لو نجيب جول كمان بالحماس ده. 2-0 للنادي الاهلي ولسه اقل من 5 دقايق. بس يوسف عايز يشوط منها تاني، انما يفوت يوسف يلعبها بالعرض. يلا دي بقى محمد يوسف الكوره اللي فات فيها الشوط الثاني، بس هي دي الوحيده اللي فات فيها. لعبها حلوه قوي ورمضان على طول سهل الممتنع. اهو يوسف ورمضان بيستناها وبيلمسها بتعمل بطل الارض وجوه جول وتتخطف وماشي وبالعرض عبد الجليل وتتخطف وثاني أسامة بينالتي حيبان في ضربة جزاء بينالتي
الرحمن وجول 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 وجول. يا عادل عبد الرحمن يجيب اول جول النادي الاهلي النهارده واول اهداف المباراه. وقلت لحضراتكم ان كل دقيقه بتمر من المباراه والاهلي متعادل فهي في صالح النادي الاهلي. بعد كده ابتدت اعصاب ابليكاتور يعني يفقدوا اعصابهم شويه وابتدى النادي الاهلي يضغط واحرز هدف غالي وعزيز. وداه في ناحيه وحطها في الناحيه الثانيه.